معقول الفلسطينية والأردنيين قاعدين عم يسبوا الشعب العراقي؟ ومعقول يكون الفيديو حقيقي؟ السلام عليكم شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم جاي لكم مقطع جديد. واليوم يا شباب الفيديو اليوم ابدا ما فيه مزح، ابدا ما فيه يعني ضحك ولا شيء. اليوم رح نحكي عن الموضوع اللي صار مباراة بين فلسطين والعراق. بس قبل ما نبدا الفيديو لازم تسوي لايك اشتراك، نوصل الحلم تبعنا 10,000 مشترك. وان شاء الله كل عام وانتم بخير، ان شاء الله هيك العيد تبع عيد يكون خفيف لطيف عليكم. المباراة تبدا لكم. المهم رح نحكي اليوم عن المباراة اللي صايرة بين فلسطين والعراق بعد ما فاز فلسطين. ألف مبروك عليهم، إنه هارد لك للعراقيين. رح نحكي عن المشكلة اللي صارت، الفيديو اللي انضرب ترند اللي كان فيه إنه عم يقولوا العالم هن إنه الفلسطينيين والأردنيين قاعد عم يسبوا الشباب العراقيين. رح أحكي لكم اليوم رأيي الشخصي من دون مزح يا شباب. وأنا يمكن التعليقات اللي شفت فيها أغلاط على الشعبين ألغيهم للتعليقات. المهم أول شي خلينا نشوف الفيديو اللي انتشر على السريع سريع. خلينا نشوف الفيديو اللي انتشر وجاب مع هي كلياتها. مثل ما تكونوا شايفين هذا الفيديو اللي كان اقسم بالله فيديو ما بنحكى عنه شي فيديو يعني شي بيقرف صراحة. مشان ما تقولوا ان عبد الله انت بتحب العراقيين، انت ضد الفلسطينيين، انت ضد الاردنيين. يا شباب انا والله العظيم انا يمكن هدول الثلاث شعب الاردنيين والعراقيين والفلسطينيين هدول يمكن اللي بتابعوني كلياتهم بقناتي. مهم طبيعي يعني الفيديو اي واحد حيشوفه حيقول شو هالمسخرة هي، شو هالفيديو القرف هذا كله. في عالم طلعوا عم تقول ان هذا الفيديو مو حقيقي، هذا الفيديو فيك. عم طلع انه تعملوا انه شوفوا الولد ازرق لابس بنطلون ازرق مدري شو، يعني عم يحكوا ان هذا الفيديو فيك. نحن ما علينا هذا الفيديو فيك ولا ما فيك. بس شباب انه نحن انا بعرف والله العظيم بعرف الشعب العراقي والشعب الفلسطيني والشعب الاردني اوعى من هيك، لك مخهم اكبر من هيك، خاصة الشعب العراقي. يعني حتى لو في عالم هيك عم يسبكم شو بدكم فيكم؟ خلاص يعني انت اوعى من هيك، انت عقلكم اكبر من هيك. هدول بعض العالم يعني ما طبيعي ما رح يمثلوا الفلسطينيين ولا الاردنيين. طبيعي العراقيين اللي كانوا عم يسبوا بالتعليقات يغلطوا على الشعب الفلسطيني والاردني بالتعليقات. طبيعي هذا مو 100% الشعب العراقي ولا الشعب الفلسطيني ولا الشعب الاردني. يعني انتم فتحوا شوي عقلكم يا شباب. يعني طبيعي هذا الشيء ما رح يطلع من الشعب هذول. طبيعي لازم يكون في كل شعب، كل دول بالعالم كله يكون في عالم مناح، في عالم سيئين. طبيعي هذا الشيء. يعني حتى لو كان الفيديو فيك، لانه كتير عالم قولوا انه هذا الفيديو فيك نحن بالمباراة ما سمعنا هذا الشيء. بس حتى لو مو فيك يا شباب يعني انتوا لازم تفتحوا عقلكم. هاي مباراة خلاص، هاي فترة وبتعدي، ما لازم تحكوا بين بعضكم. ما لازم يصير هالمشاكل بينكم بين الشعب. للشعوب انا بعرف والله العظيم انه الشعوب هدول بيحبوا بعض بيعشقوا بعض، فليك هذا الشيء عم يصير. يعني كلها مباراة خلاص، يعني فازت فلسطين. واذا يعني كلها مباراة يعني الله، يعني إذا فاز الشعب الفلسطيني يعني خلاص العراقيين خسروا $1,000,000. يعني كيف هي خلاص شباب. سوريا أنا بلدي سوريا 10,000 10,000 مرة خسران وليكني عادي بضحك. وأنا بحب ريال مدريد كمان، ريال مدريد 10,000 مرة خسران. وبرشلونة ومليان يعني خلاص لعبة، هي كل اسمها كرة قدم، اسمها لعبة كرة قدم، لعبة كرة قدم. يعني ما بدها هي المعمعة كلياتها. شو هالمشكلة صايرة على الشغلة يعني على شي لعبة. بعرف انه هن قاعدين عم يغلطوا، طالعين بالفيديو قاعدين عم يغلطوا. بس شباب يعني مو طبيعي اللي كان بالملعب. يعني حتى لحط لكم هلا تعال نشوف الفيديو كمان صار يفرجيكم انه عن جد مو كلياتهم هيك. هات نشوف فيديو انه في واحد عم يقول لهم يا شباب هدوا. لا 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 شباب 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 لا 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 بالله عليك لا، بالله عليك لا 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 شباب لا 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 شباب متى الصراط شباب. مثل ما شفتوا بالفيديو واحد عم يقول لهم لا لا لا. هذا مبين يعني انا سمعت انه الفيديو هذا انه كان حاطين نشيد العراقي او نشيد وطني، وقاعد عم يشفروا مدري شو عم يزمروا مدري شو عم يسووا. هذا الزلمه هذا عم يقول لهم لا 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 يا شباب. في 2000 واحد قاعدين كمان. شفت كتير فيديوهات عم العالم قالوا لهم لا يا شباب لا يا شباب. فمثل ما قلت لكم في عالم هيك، في عالم سيئين، في عالم منح. يعني مستحيل تلاقي شعب 100% 100% يعني من بين
سيئة 3 من 3 مليار من 12 مليار تلاقي شعب 100% إنه مستقيم، خط مستقيم، مستحيل لازم تلاقي الشعب يمين يسار، مستحيل تلاقي خط هيك مستقيم الشعب 100%. حتى يعني بالعراقيين ولا كانوا فلسطينيين ولا كانوا أردنيين، مستحيل حتى لو كانوا سوريين نفسهم مستحيل تلاقي يعني شباب دولة 100% إنن ممتازين perfect، يعني إلا ما يطلع كم أغلاط من أفراد. هذا الشي برجع بقوله ما بنسكت، يعني حتى لو كان الفيديو هذا حقيقي ولا فيك هذا الشي ما بنسكت. الفتنة اللي عم تصير هي ما بتنسكت بالمرة. فخليكم يا شباب أكبروا عقلكم شوي، لا مو بسبب مباراة صغيرة يصير هالفتن كلياتها بين 3 شعوب. 3 شعوب يا شباب، 3 شعوب مدري كم مليار، هدول مدري 100 مليار مدري 50 مليار، مو بسبب المشكلة هالبسيطة 3 شعوب بيتخانقوا ويتعالقوا مع بعض. هدوها يا شباب، ما بصير هالمشكلة كلياتها. بس احنا نقول الجماهير اختيار الملعب المنتخب الفلسطيني قالوا 1500 ب 1500. شو الملعب فول يعني يعني شلون دخلوا وشلون هاي ما اعرف الاتحاد الاسيوي شلون وزع البطايق ما نعرف. قالوا 1500 ب 1500 اوكي 2000 ب 1500. شو الملعب ما شاء الله فول. جماهير اردنيه ماكو جماهير فلسطينيه. بالاول والاخير مبروك المنتخب الفلسطيني. أنا شوف تحت بالتعليقات هيك كيف إنه حابين بعضكم بدون لا سبات ولا غلط ولا شيء. هل هي تدعي الشعوب 3 شعوب أحلاهم؟ هلا يمكن العالم يقولوا لي إيه نحن العراقيين ما بنسكت عن حقنا، نحن الفلسطينيين ما بنسكت عن حقنا، نحن الأردنيين ما بنسكت عن حقنا. يا شباب هدول بيجوا يعني عالم هيك مدري شو بيكون مخهم، بيجوا معصبين. أنت بعرف إن أنت معصب، يمكن أنت بتغار عن وطنك، بتغار أنا كمان. يعني حتى صراحة لو أنا صار هيك بوطني أو صار فيني هيك والله العظيم لا أتضايق. بس يا شباب يعني أنت خليك كبر أعلك شوي، مثل ما حكيت كبر أعلك شوي، خلي أعلك أكبر. أنت يعني كبر أعلك مهم، يعني خلاص مرة يعني خلاص عم تشوف كلياتها فترة شهر ونص هيك. انكتر الشهرين بتمر خالصين وكل العالم تنسى. يعني مو ضروري هلا تكرح تغلط على 100 مليار على الشعب الأردني ولا على الشعب العراقي ولا على الشعب الفلسطيني وتاخذ سيئات وتاخذ ذنوب على هذا الشيء. على القصة يعني ما بتستاهل تاخذ ذنوب عليها. عرفتوا يعني؟ فهمتوا علي يا شباب؟ يعني انت تبيت انت ما عم تسب شخص، انت عم تسب شعب. عرفتوا يا شباب؟ عم تسب شعب كامل. هذا الشعب كلياته حيكون يوم من الايام خصيمك. يعني حيروح يقول له رب العالمين ان هذا الزلمه سبني. هذا الشعب، تخيل الشعب كامل راح يقول له رب العالمين ان هذا غلط علي. تخيل يعني شعب رب العالمين. ما بعرف انا بس هيك سمعت انه رب العالمين بيسحب كل سيء حسناتك بيعطيهم لهذا الشعب اللي غلط عليه. وحتى ما عطف معك حسنات، شو سيئاتهم لهذا الشعب بيصير يعطيك اياهم لك. تخيل يعني بسبب انك شو غلطت على الشعب. فبرجع بقول لكم يا شباب نحن 3 شعوب. 3 شعوب هي يعني خلاص هو كم داون بيبي هلا على العيد هيك لازم نكون مبسوطين مروقين. حبوا بعض يا شباب، اكتبوا تحت تعليقات هيك حيوا بعض يا شباب. إذا اي تعليق غلط بدي اشوفه خلاص بلوك الأخير مهم، أو يمكن ألف التعليقات إذا لقيت في غلط. وإن شاء الله بكرة حنشر لكم أحلى ميمز أو أحلى فيديوهات العيد. هون يكون وصلنا آخر فيديو. لا تنسوا اللايك، اشتراك، ونوصل حلو تبعنا 6000 مشترك. ومع السلامة.